لو انت صاحب شركة، مش من الطبيعي انك تعين شخص في الشركة بتاعتك ان يطبع لك كلمة بوسي 100 مرة ولا 400 مرة. ولو انت بتعمل لستة المستخدم يختار فيها سنة الميلاد مثلا من 1950 ل 2025، فمش من الطبيعي انك تقعد تكتب 1950 1951. ده كله غلط. فعلشان كده احنا عندنا حاجة اسمها لوبس بتستعملها لو عندك كود بيتكرر اكتر من مرة. فعلشان كده احنا عندنا حاجة اسمها فور، وعندنا حاجة اسمها وايل، وعندنا حاجة اسمها دو وايل، وعندنا حاجة اسمها فور اوف، وعندنا حاجة اسمها فور ان، وعندنا حاجة اسمها فور اتش. من اول الفور لحد الدو وايل بيندرجوا تحت اكما سكريبت 6. وان شاء الله هنشرح في فيديو النهارده الفور، والفيديو اللي جاي ان شاء الله نشرح الوايل وبعدها الدو وايل. بس عايزين نبقى عارفين ان الفور والوايل والدو وايل بيندرجوا تحت قبل اكما سكريبت 6. فعلشان كده تعالوا نتعرف مع بعض ازاي نعمل السنتكس بتاع فور. فعلشان نستعمل الفور في الموقع بتاعنا، فاحنا بنعمل الكي وورد بتاعت فور، وبعدها بنعمل راوند براكت، بعدها كل براكت. في الراوند براكت بنعمل 2 سيمي كولون. في الفراغ الاول اللي قبل سيمي كولون الاولى بنكتب فيه القيمه الابتدائيه اللي هتبدا بيها الفور انها تشتغل، علشان يكون المفهوم بتاع القيمه الابتدائيه دي واصل لكم. مثلا انتوا عندكم خزان ميه في البيت، ساعات انتوا ممكن تدوروا عليه وهو مثلا نص فاضي، وساعات بتدوروا عليه وهو فاضي خالص، وساعات انتوا بتدوروا عليه وهو نص مليان. علشان كده احنا بنيجي نعرف الفورم بتاعتنا بالقيمه اللي هي تبدا بيها. وفي الفراغ اللي ما بين الاتنين سيمون كولون بنكتب فيه الكونديشن بتاعنا، او بمعنى تاني الشرط اللي هتيجي فيه الفورم بتاعتنا. الكونديشن علشان يكون الكلمه مفهومه ليكم، مثلا والدك قال لك انك هتفتح الخزان بتاع الميه من الساعه 8 للساعه 10، فالشرط انك هتسيب الميه دايره في الخزان من الساعه 8 للساعه 10. اول ما تيجي الساعه 10 المفروض تطفى على طول. والسبيس اللي فاضي بعد السيمينال كولون الاخيره بنكتب فيه قيمه الزياده. اقول لك مثلا جالك انك هتدور على الخزان من الساعه 8 للساعه 10، مش منطقي ان الساعه 8 ديت هتفضل ثابته طول عمرها، هيحصل فيها زياده. يعني تلاقيها من 8 بقت 8 و10، بعدها بقت 8 ونص، بعدها بقت 9، بعدها بقت 9 ونص، بعدها بقت 10. فعلشان كده في السبيس الفاضي اللي قبل السيمينال كولون الاولى دي بنعمل فيها عمليه تعريف للمتغير اللي احنا هنستعمله، وبعدها بنحط الشرط بتاعنا، وبعدها بنحط قيمه الزياده اللي هتحصل مع مرور الوقت. اخر حاجه في الكل براكت احنا بنكتب هنا الكود اللي عايزينه يظهر. فاحنا نيجي نشيل ده كله خالص ونشتغل من اول وجديد. احنا دلوقتي عايزين نستعمل الفور، فاحنا نيجي نعرف الكي وورد بتاعتنا، وبعدها نعمل راوند براكت، وبعدها كل براكت. في الراوند براكت هنيجي نعرف القيمه الابتدائيه اللي نبدا بيها الفور او اللوبس بتاعتنا تشتغل. فاحنا نيجي نعرف متغير هتبدا بيه القيمه بتاعت اللوبس تشتغل. فاحنا نيجي نعمل var بعدها اي بتساوي الزيرو. احنا دلوقتي بنقول له احنا عندنا متغير اسمه اي والقيمه بتاعته زيرو، وعايزين الاي دي تقعد تشتغل طول ما هي اصغر من ال10. ونيجي بعدها نعمل سيمي كولون، وبعدها نيجي نكتب مقدار الزياده اللي تشتغل فيها الاي. فاحنا نيجي نعمل اي بلس بلس. دلوقتي احنا قلنا له احنا عملنا قيمه ابتدائيه او عرفنا فاريبل اسمه اي وادينا القيمه بتاعته بصفر، وبعدها حطينا الشرط بتاعنا ان الاي دي تشتغل طول ما هي اصغر من ال10، وبعدها عرفنا القيمه بتاعت الزياده بتاعتنا اللي هي تشتغل بيها. وبعدها نيجي نعرف الكود بتاعنا والحاجه اللي احنا عايزينها تظهر لليوزر بتاعنا. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل console.log مثلا كلمه مثلا بوسي. فهو بالشكل ده هيطبع كلمه بوس 10 مرات. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود طبع علينا كلمه بوس 10 مرات. ايه اللي احنا عملناه؟ عرفنا متغير اي وادينا له القيمه بتاعته بصفر، هيفضل متكرر لحد ما يجي 10، وبعدها يفصل خالص. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل مع بعض باستخدام الفور لوب من الرقم 1 لحد رقم 100 طلع لي الاعداد الزوجيه. احنا هنعمل فور، وبعدها نعمل راوند براكت، وبعدها كل براكت، وبعدها نعمل سيمي كولون. المكان الفاضي اللي قبل سيمي كولون الاولى بنعمل فيها القيمه الابتدائيه بتاعتنا اللي هي بواحد، علشان احنا قلنا احنا عايزين نجيب الاعداد الزوجيه من رقم 1 لحد رقم 100. وبعدها نعمل الايه تفضل شغاله لحد ما تكون
اقل من او يساوي 100. فالشرط ده بيقول لك ان هو يجف لما يكون الاي ب 100. وبعدها نيجي نقول المتغير بتاعنا انت تفضل في عمليه زياده. وبعدها نيجي نكتب الشرط بتاعنا لو الاي باقي الجسمه بتاعتها على الاتنين تساوي الزيرو، اطبع الاي console.log الاي. لما نيجي نخش كده في الموقع بتاعنا هنعمل ريلود، طبع لك اهوت الاعداد الزوجيه من رقم 1 لحد رقم 100.